السلام عليكم ورحمة الله. حاليا نتواجد في محطة البرزخ بمدينة عدن. طبعا محطة البرزخ هي محطة المياه الذي يقوم فيها مشروع شبكة النقل المياه من محطة البرزخ إلى خزان الحجري اللي فوق كما تشاهدون. المشروع هذا مقدم من دولة الإمارات إلى أهالي عدن لدعم البنية التحتية، وهو ضمن أزمة المشاريع الأولى التي بدأ تنفيذها حاليا في عدن، وإن شاء الله هناك دعم لاحق للبنية التحتية لدعم عدن وأهالي عدن. طبعا ليش تم اختيار هالمشروع؟ لأن مشروع استراتيجي حيث تساهم شبكة النقل الجديدة من رفع جودة وكفاءة توزيع المياه في العاصمة عدن ونقل المياه بقدرة عالية من محطة البرزخ إلى الخزان الحجري الذي يغذي مديريات صيرة والمعلى والتواهي وخرمكسار. يتضمن هذا المشروع أيضا خطا ناقلا جديدا بطول 2430 متر لتموين مديرية صيرة وتأمين إمدادات المياه إليها بشكل مستمر، لتنتهي بإذن الله معاناة ممتدة لأكثر من 7 سنوات بسبب تهالك الشبكة الناقلة التي يعود إنشاؤها إلى خمسينيات القرن الماضي. والأهم من كل ذلك أن هذه الجهود ستخفف من مشكلة انقطاع المياه التي تعاني منها مدينة عدن منذ سنوات، وستكون شبكة المياه أكثر قدرة على تحمل الضغط وتوزيع المياه بشكل منتظم إلى كل أهالي عدن الحبيبة الذي عانوا كثيرا ويستاهلون منا كل خير.